طبعا سمعنا البنت السورية شو بتحكي. طبعا البنت السورية بتحكي كلام لو احنا العرب فينا ظلة رجولة، العالم هاي ما وصلت للمراحل هاي. بس للأسف الشديد احنا العرب ما عندنا ضرة رجولة. اسمعوا. طلع عين على الجبال، في حدا بيسكن فيهم؟ طلع بعينك شوف. تفضل. بالليل إذا بنحط إصبعتنا ما بنقدر نشوفها. إذا بدنا نطلع نجيب حطب، أبونا بده يطلع يجيب لنا حطب للتدفئة، ما في عنا. تعال فرجي. كله مي ما بيستاهل، كله مي. هلا صار المطر ما بقى فينا نتدفى. وعيني يا عم شوف على الجبال، فينك انت تسكن فيها؟ صرنا 9 سنين هون. هلا صرنا 9 سنين هون ونحن تحملنا الجوع وتحملنا التهجير، بس البرد والله يا عم ما بنقدر نتحمله. بدي احكي لك على شغله. بالليل بجوع ما بستحسن الا لابوي، لانه اكيد بابا بده يخزني، واذا اضطر يروح يتدين وما ما في حدا لحتى يضايقنا، لانه ما في احوال ماديه لحتى نقدر نشتغل عشان نوفي له. انا ابوي عامل نظافه كل رفقاتي بيتنمروا علينا، لانه هني اغنى مننا. هني بيقولوا لي انه ابوك شو بيشتغل، انا ما بقول لهم انا بيشتغل على التراكتور، بس ما برد عليهم. بتغطى تحت العنب وببكي عشان ابوي ما يسمعني، بحط المخدة على بطني عشان اسكت شوي.